هذه القصائد للحياة وللجمال وللسلام، فيها ندى الأزهار عابقة وأجنحة الحمام، فيها أحاديث الإباء وصوتها لمع الحسام، فيها حكايات الهوى تسري وأوراق الغرام، لكأنها عقد توزعه على الدنيا الشآم، وهي السفيرة للقلوب لأنها أحلى كلام. أحلى كلام، أحلى كلام، الاختيار والأداء، توفيق أحمد. الإخراج مهند ديب. أيها الأعزاء والأحبة، أيها الأصدقاء المستمعون، أرحب بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج أحلى كلام، هذا البرنامج اليومي الذي يذاع على أثير إذاعة صوت الشباب السورية. أقرأ على حضراتكم في هذه الحلقة مجموعة من قصائد شاعرنا علي جمعة القعود من ديوانه الذي عنوانه لست نبيا، المطبوع في طبعته الأولى في القاهرة عام 2022 عن دار نشر بابلومانيا للنشر والتوزيع مصر. قصيدة أولى في هذه الحلقة عنوانها الشمس تحبل بالجياع. في مطلع السنة الجديدة ما يزال البائسون يطاردون مرارة الحلم القديم، وما تزال أرامل التاريخ في عدد الحروب، وما تزال الشمس تحبل بالجياع، الرافعين أكفهم يتضرعون إلى المطر. في مطلع الحزن الجديد ينادم الأموات أنفسهم إلى يوم القيامة، والحساب مهكر والروح حالمة بمهد منتظر. في مطلع الآلام أصبحت الحياة قصيدة نثرية قد خانها الإيقاع، وانتفضت بوجه البحر تاركة رعاياها على ظهر السفينة في خطر. رابطة الورد. آوي إلى جرحي وأفتح قطبة أو قطبتين، أناشد الدم أن يلون وردة غدر الربيع بها فظلت دون لون. بالورد يربطني دم ياما تبرع بالعطور، وزمرة الأشواق نادرة وحادي العشق مكتوف اليدين. أنا والورود حكاية لا تنتهي إلا بحبس العطر في قارورة، والشعر في زنزانة، والحب في فلك الفراق على مسافة عاشقين. رسول العشق. إني بعثت لكي أحبك فاشهدي
أني رسول العشق واعتنقي عذابي وادخلي في القلب راضية بما أوتيت من شوق أوزعه بغير حساب. صلي لأجل الحب، صومي عن فراقي، وزعي الأشعار قربانا على الأحباب. حجي إلى النهر الذي لمحتك روحي عنده في أول الفتح المبين، وسجلي تاريخ أول قبلة طبعت على شفتيك من شفتي في ذاك اللقاء، وشمع الأبواب. المأساة. عاد المتنبي خجلا من كافور أو وأبو تمام يطلب من معتصم أن يفتح علبة سردين، وأبو نواس يدعم حق المثليين، وعلى طلل حاتم يبكي فرسا ذبحت منذ سنين، وكليب يتوسل كي لا يقتله جساس، والزير يبيع جلودا ونساء في أسواق النخاسين. الحزن ظلي. الحزن ظلي حيث أتجه، وأنا وظلي بيننا شبه، متوغل بدمي كلون دمي، وجوارحي سرا تراقبه، والحزن في جنبات محبرتي قد راح يكتبني وأكتبه، بسواده القرطاس متشح، والشعر مجروحا يعاتبه، يا حزن إني قاتل فرحي، وأنا القتيل وأنت مشتبه. حبيبتي والشمس. الفرق بين حبيبتي والشمس أن الشمس يصبح في أتون الصيف نارا نورها، وحبيبتي بالدفء يغمرني على مر الفصول حضورها. من دفتر لاجئ. أنا لاجئ أتحايل حتى تمر على شفتي بسمة غادرتني طويلا، أفتش بين الحقائب عن دمعة ظرفتها الحنونة، وهي تشم ثياب ابنها وتسب الرحيل. حكايات جدي تباع معلبة، والصغار رسوماتهم لونتها الحروب، وعلقها الحزن فوق الجدار. المسافات. لأنك البحر خانتني المسافات، ولم تزل طي أدراج الحكايات، وكفنت أمل المقتول أشرعة، وفي المراسم قرصان ومرساة، مرافئ الريح تفشي سر وحشتها، وللمراكب في الميناء أنات، وتزدريني على مرأى المدى جزر، ودفتر الغيب لا تمحوه ممحات. تسألني.
تسألني عن وضعي، قلت لها: وضعي يوميا يقطع شارع خيبته رغم إشارات الموت الحمراء وصفارات يطلقها شرطي منفوخ الجيبين. وضعي يتأبط في الحلم حقيبته ويسافر نحو بلاد آمنة وعلى وقع رصاص يتبادله طرف مع آخر يستيقظ مذعورا ويسب الطرفين. وضعي أغنية لحنها الحزن وغناها وطن خذلته الحرب فأمسى وطنين. وضعي طفل ولد وحبل السرة مربوط بالخيمة حيث يعيش نزوحا ممتدا من رحم الأم وحتى لا يعرف أحد حتى أين. قلت للحرب: قلت للحرب: كفي بلاءك عنا، فأجهش كلب يعيش على جثث بالبكاء. قلت للكلب: يكفي، أما قد شبعت؟ فجاوبني: سوف أشبع يا سيدي، حينما يشبع الظالمون من القتل، أو حين من موتهم يشبع الأبرياء. أيها الأعزاء المستمعون، أصدقائي الأحبة، ما زلت أقرأ على حضراتكم في هذه الحلقة من قصائد الشاعر علي جمعة القعود من ديوانه لست نبيا. شواهد. إلى أمي: مرارا وتكرارا رسمتك يا أمي بهيئة قديس على دفتر الغيم. رضعت حليب الحسن من ضلع لوحة، وحط حنان الروح في ذلك الرسم. إلى أبي: لا تنظر أبعد من كفنك، نحن الموتى لا أنت الهارب من زمنك. إلى أخي: غادرت وقتك قبل وقتي، والحزن هز السرير صمتي. هل تخسر الأقدار لو أجلت موتك بعد موتي؟ مارتا: رحلت وكان القبر ملهوفا لضم الياسمين، وصليبها المسكين أقسم لن يعانق أي جيد بعد أن رحلت ومزقه الحنين. كل الورود بكت وحايل دمعه المحبوس نيسان الحزين. رحلت بصمت وهي تحلم مثل كل العاشقين. في بلدي: أن تبقى في بلدك يعني أن تتحمل أصوات الباعة وفحيح الموتورين، وأن تتمسك بالباقي من جلدك، أن تتفنن في فك العقد المأزومة من أذهان الغير، وأن تشقى روحك في جسدك. أن تبقى في بلدك يعني أن تحتاج إلى أكثر من قلب مسكون بالخوف على فلذة كبدك. لم يبق شباب في البلدة
فالثلث قضى والثلث الآخر منتظر والثلث الباقي هاجر، وهو يردد: لا للبيع ابنة عمي ترجوني حتى لا أرحل، قلت سأعنس من بعدك إذ لا يملأ أحد عيني إلا الدمع، حتى الديك اعتزل صياح الفجر مخافة أن يأخذه التجار إلى الحرب، فصار يبيض ويسرح مثل دجاجات في الزرع. تغربت في بلد لم يعد بلدي، فالوجوه مقنعة والأيادي ملطخة، كم أصافحها فأخون يدي. غزل العصر. لقد شمعوا القلب متهما باحتكار هواك، وشى الشوق بي حين شاهد حبك يملأ قلبي، وحين رأى رعشتي وارتباكي. أحال إليك ملفي متهما بارتكاب جرائم حب، وكنت بحكمك قاسية ضد قلبي كأنك من غير قلب. بالقرب مني كانت امرأة تمشط حبها وتسرح الأشواق، وتكحل القلب اليتيم بفتنة الأحداق، كالبرق يومض حسنها وتغوص في الأعماق. سجل دخولك مرة أخرى إلى قلبي، فما زال اتصالك جاريا، ورصيد حبك فاق كل الأرصدة، وقوية شبكات روحي بعد منتصف الحنين ودائما متوقدة. لن أتنازل عن شبر من جسدك، عن ذرة حب واحدة، عن قدر مرسوم بخطوط يدك. عيناك طافحتان بالوجد، يا لور يا أحلى من الورد، السحر من شفتيك منبعث ليحط كل رحاله عندي، وأنا وأنت قصيدتان بلا هدف، وعيناك المدى المجدي. أيها الأعزاء الأحبة، قرأت على حضراتكم في هذه الحلقة مجموعة من قصائد شاعرنا علي جمعة القعود من ديوانه الذي عنوانه لست نبيا، المطبوع في مدينة القاهرة عام 2022 بجمهورية مصر العربية، عن دار نشر بابلومانيا للنشر والتوزيع. أحييكم وإلى اللقاء. هذه القصائد للحياة وللجمال وللسلام، فيها ندى الأزهار عابقة وأجنحة الحمام، فيها أحاديث الإباء وصوتها لمع الحسام، فيها حكايات الهوى تسري وأوراق الغرام، لكأنها عقد توزعه على الدنيا الشآم، وهي السفيرة للقلوب لأنها أحلى كلام. أحلى كلام، أحلى كلام، الاختيار والأداء، توفيق أحمد. الإخراج مهند ديب.